السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. دي عباية جاية مقصوصة كده من بره، واحد خياط الله يسامحه وجازيه خير، خدها من صاحبها وقصها بالطريقة اللي انتم شايفينها دي. طبعا هي كده في العموم بايظة، عايز ما تنفعش الا تلفيحة. والراجل صاحبها يعني الله يبارك فيه لف بيها وفي الاخر جابها لي. قلت له سيبها. طبعا ده الكم بص عامل ازاي، يعني لو قلنا الكم عامل ازاي. طبعا ده مش كم عباية، في عبية انا قصصها وموجودة على الصفحة ممكن تشوفوها. احنا هنشوف لها حل، احنا بنفكر لها في حل، وان شاء الله انا ركبت لها حل في دماغي هعمله لها. بس انا الاول حبيت اوريها لكم كده نعمل فيها، ونتمنى من الجماعه حبايبنا واخواتنا ومعلمينا بدل ما يعرفش ما يبوظش حاجه الناس. دي حته ماشيه هنا داخله في حوالي 10 14000 جنيه 3 متر دول، ماشي اهي، يعني متهيألي واضحه. حتى الديل بتاعها برضو مش ظابطه، يعني الراجل ده طوله 160 100 حاجه و60، هي كلها 158. فطبعا دي عشان تتعمل لواحد قصير عايز واحد طوله 130. فاحنا هنعمل فيها تفصيله كده، فكره جات لي هعملها فيها بعد تفكير كام يوم، وهصورها لكم بعد ما اعملها برضو المرحله الثانيه. هصور لكم احنا عملنا فيها ايه وهنبدا نشتغل فيها تاني ازاي. ماشي، هي تاخد منها وقت وتاخد شغل، بس ان شاء الله خير يعني، وهتطلع عبايه زي الفل باذن الله. طبعا الكم ده انا وريتكم، لو انتوا قارنتوا بين كم العبايه المقصوص العادي هتلاقوا غير كده خالص نهائي. وممكن اوري لكم في عبايه انا اوريها لي مقصوصه جملي كده. يلا. ماشي يا حضرتك. دي عبايه مقصوصه ايه واحنا شغالين فيها كمان، جماعه شغالين فيها هنا. ادي الكتف الطبيعي، هي مظبوطه على العبايه الثانيه اهي. ادي الكتف الطبيعي ده كده الكتف الطبيعي. شوف الفرق قد ايه، يعني لو احنا حتى ظبطناه هنا ده المفروض كل ده يتشال يترمي، ده كله ده كده اهو بالفلاحه كده، ده كده يتشال يترمي. هيبين اظن. فاحنا ان شاء الله هنعمل فيها حاجه. فكره كده وصلتني لان هو يعني الراجل صاحبها الله يديه الصحه ناس يعني باعتينه كده نشوف لنا حل جديد، فان شاء الله هنعمل فيها حاجه واوريها لكم، وان شاء الله تطلع مظبوطه وان شاء الله تعجب. بس نتمنى انها بعد ما تخلص اللي هنعمله ما يطلعش موضه، لانه هيبقى شغل متعب جدا. احنا هنعمل دي كده عشان نصلحها محبه للراجل، انما لو طلعت موضه هتبقى مشكله. ماشي، ان شاء الله نوريكم الفيديو الجديد بعد ما نعمل اللي هنعمله واوريها لكم ما تخلص. برضو نرجو مشاركه عشان الكل يستفيد واحنا نستفيد قبليكم. وجزاكم الله كل خير. دعواتكم. السلام عليكم.